أعزائي وأبطال طلاب تالتة إعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أدهم إن شاء الله. النهاردة بإذن الله ناخد الدرس الرابع في التاريخ، وهنخلص بيه إن شاء الله الوحدة الأولى في التاريخ، وهو محمد علي وبناء الدولة الحديثة. طبعا احنا خدنا الدرس اللي فات اللي هو إيه؟ اللي هو إزاي محمد علي وصل للسلطة وحكم مصر. النهاردة إن شاء الله هناخد عمل إيه في مصر. تمام؟ حلو الكلام. أول حاجة طبعا سياسة محمد علي الداخلية، عندنا نوعين، داخلية وخارجية. داخل البلد عمل إيه، وبره البلد في علاقاته الخارجية مع الدول عمل إيه. ناخد أول حاجة جوه البلد. قال لي أول حاجة البناء الاقتصادي. البناء الاقتصادي عمل إيه في الاقتصاد يعني؟ قال لي محمد علي عمل الاقتصاد على أساس الاحتكار. يعني إيه؟ يعني كل حاجة تبعه، زي بالظبط كده بنسميها في علوم الاقتصاد الحديثة اللي هو زي الاقتصاد الاشتراكي كده. كل حاجة تبع الدولة، مصانع، أراضي زراعية، مدارس، مستشفيات، كل حاجة تبع. مفيش حاجة اسمها رجل أعمال، مفيش حاجة اسمها مدارس خاصة، مفيش حاجة اسمها أراضي تبع فلاح والكلام ده كله. يبقى نظم محمد علي مجالات الاقتصاد المصري، الزراعة والصناعة وطبعا التجارة، على أنها إيه؟ بالظبط على أساس الاحتكار. طيب ليه محمد علي عملها على أساس الاحتكار؟ قال لي لكي يضمن الدخول في سوق التجارة الدولية منافسة لغيره من الدول. طبعا بقى دي سياسات زمان يعني، طبعا مفيش ايه الكلام ده دلوقتي. حتى الاقتصاد المصري عشان بس ما نفتكرش هو كان عظيم وقوي مش عارف مين، لا عادي يعني. لما نيجي نقرا في كتب التاريخ هنلاقي ان هو كان في مشاكل كتيرة يعني. ماشي. فالموضوع متعلق بحاجات نظريات اقتصادية زمان يعني. المهم دي كانت رؤية محمد علي. انت ليه عملت كده يا محمد علي؟ قال لك عشان اضمن الاقتصاد المصري ينافس الاقتصادات العالمية اللي بره. هي دي رؤيته، هو ده فكره. ماشي، هو عمل كده عشان كده. طيب ماشي يا عم. طب يعني احتكار، زي ما انا قلت لك ان كل حاجه تبع الدوله، مفيش حاجه اسمها ملك خاص او زي ما بيسموها ملكيه خاصه، لا كل حاجه تبع الدوله ممثله طبعا في محمد علي. يبقى ما المقصود بالاحتكار؟ قال لي نظام يقوم به الحكومه ممثله في محمد علي بتحديد نوع الغلات التي تزرع ونوع المصنوعات التي تنتج، تمام، وتحديد اثمان شرائها واثمان بيعها في السوق. بس انا اديتها لك بالتعريف ايه؟ بالتعريف اكبر. هو هنا جايب لك تعريف صغير، هو انا جايبك في دماغك تعريف ايه؟ صغير. يعني ايه؟ يعني محمد علي متحكم في كل حاجه في الاقتصاد المصري، هو المالك وهو اللي بيقول والفلاح هو اللي شغال عنده، بيقول للفلاح ازرع كذا وما تزرعش كذا، اعمل كذا وما تعملش كذا، روح للمصنع اللي هو عامله، هو تبعه اصلا، يقول انا عايز المصنع ده يا يصنع مثلا الذخيره، المصنع ده يصنع ملابس وهكذا. يبقى محمد علي هو الايه؟ هو المتحكم الكلي في الاقتصاد المصري. يبقى دي الفكره الايه الاولانيه اللي احنا خدناها. طيب نيجي بقى اول حاجه طبعا الزراعه. اهم حاجه او من اهم الامور الزراعه، ما هناكل ازاي؟ والزراعه هي اساس الصناعه، القطن والحاجات دي. طب محمد علي عمل ايه في الزراعه؟ تعالوا نعرف. قال لي محمد علي عمل امور عديده نهض بها بالزراعه. زي ايه؟ اديني دليل. قال لي اول حاجه لغى نظام الالتزام وتوزيع عدد من الاراضي على الفلاحين. ماشي، بس عدد صغير مش كتير. وكانت مش اراضي برضو اللي هو نظام ايه، لا هو برضو هو الملك الوحيد وكل حاجه. يعني باختصار ان محمد علي هو صاحب الارض والفلاح شغال عنده، ويقول للفلاح كل اخر شهر انا عايزك هات بقى الفلوس اللي انت حصدتها واديك مرتبك انت. تمام. يبقى الغاء نظام الالتزام. نظام الالتزام اللي هو كان ايه؟ اللي هو كان الدوله العثمانيه بتقول للناس ازرعوا وانا هخلي ملتزمين اللي هو دلوقتي زي وزاره الماليه تاخد منكم ايه؟ الضرايب. هو لغاها، قال لك لا مفيش الكلام ده عندي. ماشي. اتباع سياسه زراعيه تهدف لتوفير اكبر قدر من الدخل من الانتاج الزراعي. ازاي يعني؟ عامل ايه برضو؟ طبعا الزراعه عشان انت تقوم زراعتها عامل ايه؟ محتاج ان انت تجيب تبني ترع، وتعمل اساليب حديثه في الزراعه تخلي ناس فاهمه في المهندسين زراعه يعني، فمحتاج تبني مدارس وهكذا. يبقى اول حاجه تزويد الفلاحين بكل ما يلزم الزراعه، وانا هزرع من غير البذور. تاني حاجه ادخال اساليب حديثه في الزراعه، ماشي، زي شق الترع، بناء السد، زي بناء سدود، بناء قنوات زي القنوات الخيريه طبعا ناخدها تحت، وانشاء مدرسه للزراعه واستخدام الخبراء الزراعيين من الخارج. اللي احنا نبدا نشتغل على الزراعه كاساس علمي، مش بقى نظام بالحب بقى اللي هو مش عارف انا اعمل كذا، لا اساس ايه؟ اساس علمي. نبدا بقى نشوف الناس دلوقتي زي الزراعه الجينيه، كانش طبعا زمان حاجه اسمها الزراعه الجينيه او الحاجات العضويه في الزراعه، بس دي بدايتها يعني. تمام. وتحسين طرق ري. زي ايه مثلا؟ عمل ترعه اسمها ترعه المحموديه، هي اسمها كده،
ترعه المحموديه. ماشي، فين ترعه المحموديه دي؟ بين البحيره واسكندريه، وانشاء العديد من القناطر، طبعا اهمها القناطر الخيريه. حلو، يبقى اهم حاجه في الزراعه من اهم الحاجات نحفظ ترعه المحموديه، والقناطر الخيريه طبعا نار على العالم كلنا عارفين. تمام. قال لي محمد علي طبق نظام الاحتكار في الزراعه. دلل. ايه الدليل محمد علي طبق نظام الاحتكار في الزراعه؟ قال لي تحديد نوع الغلات زي ما احنا خدنا فوق التي تزرع، كما حدد اثمان شرائها واسمان بيعها. مش بس كده، ده ما عملهاش كمان بالعرض والطلب. يعني ايه بالعرض والطلب؟ يعني المنتج متوفر هيبقى رخيص، المنتج مش متوفر هيبقى غالي. لا، قال لك انا دلوقتي انا اللي وحيد، انا هقول مثلا القوطه دي تساوي كام، انا اللي هقول الخيار ده يساوي كام، مع ان ده اصلا في الاقتصاد الحديث دي حاجات تودي في داهيه، يعني حاجات خطا تماما. المفروض الحاجات دي يعني تبقى سوق العرض والطلب. ماشي، عشان ايه؟ وفق نظريات اقتصاديه، بس انا دلوقتي مش في علوم الاقتصاد، انا بفهمك ان الكلام ده كان زمان، والكلام ده برده ما كان عشان ما نفتكرش ان الكلام ده ايه يا سلام خلق اقتصاد مصر اعظم اقتصاد في الدنيا. لا، ما حصلش الكلام ده. هو تحسن شويه، حسن ايه شويه، بس كان عادي برده في ايه، في مشاكل كتير يعني. تمام. يبقى اول حاجه تحديد نوع الغلات التي ايه، التي تزرع، ويحدد كمان اثمانها واثمان شرائها وبيعها في السوق. حلو كده. تاني حاجه الصناعه. عمل ايه في الصناعه؟ قال لي طورها. هات لي دليل. طب عشان اطور الصناعه دلوقتي محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان انا ايدي عامله، ولما مين اللي هيقف على المكنه؟ محتاج تاني حاجه ان انا مثلا ابني مصانع، صح؟ محتاج مثلا ايه تاني؟ محتاج ان انا استعين بمهندسين وخبراء بحيث ان هم يجي يديروا الصناعه دي. فاول حاجه اقامه المصانع الحكوميه زي مثلا مصنع غزل والنسيج، ومصنع مثلا زي مصانع الورق والسكر، وجمع الصبيه للعمل باجور رمزيه، فاصبحت بمثابه مدارس صناعيه. عارفين انتوا طبعا مدارس الصنايع، فهي كانت زمان دي بدايه مدارس الصناعه. لا زي دلوقتي مثلا احنا ماشيين مثلا نشوف مثلا عند الايه الميكانيكي، عند الخراط، عند المكواجي، عند الناس دول طفل صغير بيشتغل بيتعلم منه، نفس الحكايه زمان. بس بدل ما انت شغال عند واحد بره، لا تشتغل عند الدوله بقى. تمام. والاستعانه بالخبرات الاجنبيه زي المهندسين الاجانب يعني، وارسال بعثات للخارج زي هناخدها ان شاء الله كمان شويه، وترجمه الكتب الخاصه بمختلف الصناعات. نيجي ونشوف اوروبا تقدمت ازاي، ونترجم الكتب اللي عملوها في الصناعه، كتب بقى الفيزياء، كتب الكيمياء، كتب مش عارف الميكانيكا والحاجات دي كلها، عشان ايه نستفيد منهم. حلو الكلام. قال لي طبق محمد علي برضه نظام الاحتكار. طب اتبع السياسه هي ايه؟ نفس الحكايه، نفس بالظبط الزراعه، بس بدل ما نحط كلمه زراعه هنشيل نحط صناعه. اول حاجه مثلا امداد الصناع بالمواد الخام اللازمه للصناعه. مفيش حاجه بس اسمها ايه، مفيش حاجه اسمها دي الشركه هي اللي بتنقب على البترول مش عارف، لا انا اللي بنقب وانا اللي بدير القطن وانا بعمل برضه محتكر الزراعه، فانا كل في الكل زي ما بنقول. تاني حاجه برضه نفس الحكايه في كلمه في الزراعه، لما قلنا هو كان بيحدد اثمان البيع والشراء، نفس الكلام في الصناعه، كان بيحدد اثمان شراء المنتجات الصناعيه منهم بالثمن الذي تحدده الحكومه. مفيش حاجه اسمها يا عم انا عايز ابيع مثلا يعني القطن ده او القطن ده مثلا يعني ب 100 جنيه، لا انا هحدد لك كده، يا اما كده يا اما هوقف لك حالك ومش هخليك ايه تشتغل. نظام ايه؟ نظام اللي هو بيسميه الاحتكار، ده اسمه، ده الاسم العلمي يعني بتاعه. تمام. طيب نيجي عند تاني حاجه التجاره. قال لي التجاره نشطت، التجاره الداخليه والخارجيه في عهد محمد علي بما تفسر. اشمعنى؟ ايه الاسباب اللي خلت التجاره تنشط؟ هنلاقي ان في اسباب امنيه مثلا، وفي اسباب ان الزراعه والصناعه تقدموا. يبقى بسبب ازدهار الزراعه والصناعه ماشي، والاستقرار الداخلي في البلاد، في امن في البلد. كان في الاول ايام المماليك وقبل ما محمد علي يمسك زي ما خدنا الدرس اللي فات، ان كان الامان ده مش موجود اصلا في البلد، ثورات على مش عارف عمليات اغتيالات على صراع في الحكم على. تمام. ونرجع الدرس اللي فات ونشوف. طبق محمد علي نظام الاحتكار في التجاره برضه. هات لي دليل. قال لي هو اللي بيبيع للتجار الاجانب في مصر. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت مثلا يعني صاحب مصنع، مش انت اللي بتصدر لبره وبتاخد العمله الصعبه ليك، صح ولا لا؟ صح. وانت اللي بتجيب العمله الصعبه بالبلد، انت صاحب التجاره. لا، محمد علي هو صاحب المصنع وهو صاحب الزراعه، فبالتالي هو كمان اللي هيصدر للايه، للبره. فبالتالي يبقى تبعه مندوب زي نظام الالتزام كده، يبقى تبعه مندوب ماشي
وهو اللي يصدر يبيع ويشتري محمد علي ذات نفسه يعني باختصار. باختصار زي بالظبط نظام الالتزام كده بس على اسوأ كمان. ماشي، بس هو شيلنا نظام الالتزام وحطينا الاحتكار. تمام. البيع في الخارج لحساب الحكومه المصريه نفس الحكايه. مفيش حاجه بس اسمها تجار والكلام ده كله. واحتكار تجاره الواردات. يعني ايه واردات؟ الحاجه اللي انا صادرات اللي انا بصدرها، وواردات اللي انا بستوردها. تمام. يبقى مفيش حاجه اسمها انا مثلا مفيش حاجه اسمها انا عايز اجيب مكنه من بره. انا مثلا كادهم مثلا اي حد صاحب مصنع، لا انا اللي جايبها. ما انت ما تفتحش مصنع، مش مسموح لك تفتح مصنع تبع الدوله. تمام. وتسويق جميع المحصولات والمحاصيل الحاصلات الزراعيه والمنتجات الزراعيه والصناعيه بعد شرائها وجمعها في مخازن الدوله. وكل في الكل زي ما احنا عارفين، نفس اللي فوق بالظبط، واضحه يعني. طيب النقل والمواصلات، زي ما احنا قلنا ان محمد علي بسط الامن في البلد، وزي وضيف عليها كمان بنى طرق وعمل موانئ على البحرين الاحمر والمتوسط، وطهر البحر الاحمر من القراصنه. كان في قراصنه، عارفين انتوا القراصنه بتيجي كده في التلفزيونات بس احنا ما نعرفهاش، ما بقتش موجوده يعني الحمد لله، او بقى قليل يعني اللي هي موجوده. فكان زمان في قراصنه كتير، فقال لك لا بقى لما بنى الاسطول قال لك بقى تعالوا لي بقى انا هعلمكم الادب واربيكم. يبقى تمهيد وتامين الطرق البريه والبحريه، بناء اسطول على البحرين الاحمر عشان يتاجر مع شبه الجزيره واسيا، والمتوسط عشان يتاجر مع اوروبا، وتطهير القراصنه البحر الاحمر من القراصنه بالذات. ماشي. وحفر الترع والاهتمام بالموانئ المصريه. طبعا الكلام ده كله كان الترع والحاجات دي كان زي النيل، نستخدم التجاره النيل بنتاجر بيه داخليا عن طريق مثلا واحد من القاهره يروح مثلا اسوان عن طريق المركبه، يروح مثلا كان زمان ما كانش بقى في قطر. تمام. فكان بيروح عن طريق النيل. ثانيا البناء الاجتماعي، احنا كده خلصنا البناء الاقتصادي، كده خلصنا الاقتصاد بالزراعه والصناعه والتجاره. بملخصها الاحتكار. انت الكل في الكل، مفيش حاجه اسمها انا ملكيه خاصه ومال خاص، لا مفيش حاجه اسمها قطاع خاص اصلا، انا الكل في الكل. خلاص زي ما شرحنا فوق. نيجي بقى عند البناء الاجتماعي. طب ده هيؤدي اليه؟ انا دلوقتي كشخص مش من حق امتلك مصانع، فبالتالي انا كتاجر هيتخرب بيتي، صح؟ مفيش حاجه اسمها تجار في المجتمع، فبالتالي طبقه زي طبقه التجار هتروح في داهيه، وده بالفعل اللي حصل. شاطر، ادينا قلنا حاجه اهو. يبقى كان سياسه محمد علي الاقتصاديه اثرها في تشكيل القوى الاجتماعيه. ايه الدليل؟ حيث تمثل ذلك في تدهور واختفاء قوى اجتماعيه وظهور قوى اجتماعيه اخرى. زي مين؟ زي انتهاء نفوذ المماليك كهيئه حاكمه، وحل محلها اسره محمد علي. المماليك خلاص اتدبحوا في مذبحه القلعه زي ما احنا خدنا الدرس اللي فات. تمام. فصعد محمد علي وبعض العناصر التركيه المواليه ليه. تاني حاجه تضاؤل نفوذ علماء الازهر والقيادات الشعبيه زي ما خدنا الدرس اللي فات، لما تم عزل عمر مكرم بقت النقابه الشعبيه تبع محمد علي، والعلماء بقوا تبعه مش تبع الشعب. فبالتالي العلماء بقى اهم حاجه مصالحهم مع محمد علي مش مصلحتهم مع الشعب. في حين ظهرت بقى طبقه زي طبقه الاعيان اللي هم البشوات يعني اللي تبع محمد علي زي الاتراك والناس الاجانب، وطبقه زي عمال الصناعه مع استمرار طوائف الحرف كوسطاء للحكومه، اللي هو الصنايعي زي ما بنسميه يعني، الراجل راجل بيشتغل بايده في المصنع. ودول ظهروا برضه، ما كانش في ايام حاجه اسمها مصانع. ولكن تدهورت طبقه التجار. اتخرب بيتي، ما بقاش ينفع ان انا استثمر واكبر فلوسي. لا محمد علي الكلام ده مش ليك يا بابا، الكلام ده ليا انا لوحدي. فانا كتاجر اتخرب بيتي، هقعد في البيت هموت من الجوع. وظهر البدو كقوه اجتماعيه مستقره. محمد علي راح للبدو، الان بدل ما تعملوا المناوشات اللي انتوا بتعملوها دي وتيجوا تقرفوني، لا، وعلى ايه؟ تعالوا انا هسامحكم على الاخطاء اللي انتوا عملتوها في الماضي، ونندمج وادمجكم في المجتمع، بدل ما انتوا بقى عايشين حياه الطرق والتنقل والحاجات دي. لا تعالوا ما تخافوش. فبالفعل طبعا البدو وقفوا، قال لك بدل يا عم احنا متشحططين كده، بدل ما احنا مش عارفين ان احنا نستقر في البلاد، لا خلينا نعيش وسط الناس. ومحمد علي نشتغل بقى في المصانع، نشتغل بقى في الزراعه والحاجات دي كلها، نتعين. طيب كده احنا خلصنا الحياه الاجتماعيه.
نيجي ناخد عند التعليم والثقافه. حصل ايه بقى في التعليم والثقافه؟ دي بقى الحاجه الوحيده من وجهه نظري انا اللي كانت ماشيه 10 على 10. يعني دي الحاجه الوحيده اللي كبرنا فيها بجد، كنا شطار فيها جدا يعني. اهتم محمد علي بالتعليم والثقافه بما تفسر لحاجته الى موظفين لسد حاجه المصالح الحكوميه وحاجات روتينيه. موظف يعرف يقرا ويكتب بحيث يدون، يعني مثلا زي دلوقتي مثلا ايه نظام مثلا زي البطاقه الرخصه والحاجات دي، لازم تبقى موظف ايه متعلم ماشي. بس الاهم بقى اللي تحتيه فنيين ومتخصصين في مختلف الفروع لسد حاجه الجيش والاسطول. يعني ايه؟ يعني انا لما اجي اعمل مهندسين، المهندسين دول مش هيفيدوا الجيش؟ حتى في دلوقتي في كل الجيوش العالم حاجه اسمها سلاح المهندسين. طيب المهندسين دول مش هيبنوا الغواصات؟ فلازم اهتم الاول بالمهندس وابنيه، واعمل مهندسين، اعمل مدارس هندسيه زي ما ناخد تحت، تمام، عشان يساعدوا لي الجيش ويبنوا له بقى المراكب والاسطول والكلام والمدافع والحاجات دي كلها. نفس الكلام الاطباء، مش الجنود دي بتتصاب؟ فلازم افتح مدرسه للطب اعلم فيها الشباب عشان اجيبهم يعالجوا لي الجنود. فكل حاجه عند محمد علي الاصل فيها الايه؟ الجيش. تمام. هو عمل كل الكلام ده ايه؟ حتى بنى الاقتصاد القوي. ليه؟ عشان الجيش، عشان بعد كده لما يحب يعمل توسعاته زي ما هناخد تحت في الحروب في السياسه الخارجيه، يكون الجيش قوي وتكون الدوله ايه؟ قويه. ما هي الدوله لما تبقى قويه الجيش يبقى قوي، والعكس صحيح. تمام. فكل حاجه عملها بسبب ايه؟ بسبب قوه الجيش. حلو كده. لذلك قام محمد علي بإنشاء المدارس الحديثه. زي ايه؟ زي الطب والزراعه والمهندس. هتقول لي طب ايه لازمه الزراعه يا مستر؟ ما هو مش الجنود دول بيحبوا ياكلوا؟ هو هم يحاربوا ازاي؟ يحاربوا هم جعانين يعني؟ فلا. فلازم ايه؟ لازم نهتم بالزراعه عشان نسد حاجه هؤلاء الجنود من الغذاء، صح؟ طيب ارسال البعثات العلميه الى اوروبا. يا نهار ابيض، دي بقى اهم حاجه بقى، دي اللي خطيره قوي. كان من ابرز اعضاء هذه البعثات مين؟ رفاعة رافع الطهطاوي، الله يرحمه. وعلى فكره رفاعة رافع الطهطاوي كان من اصل سوهاجي، وايه تاني، وهو كان على فكره من آل البيت، يعني كان من نسله، من نسل النبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا علي. تمام. هلا بقى اتذكر كان من، بس مش متذكر الحسن ولا الحسين، واحد منهم يعني، واحد منهم، بس تقريبا الحسن يعني تقريبا. يبقى كان من ابرز اعضاء هذه البعثات التعليميه رفاعة رافع الطهطاوي وعلي مبارك باشا. وعلي مبارك طبعا احنا خدناه الدرس الايه، خدناه قصدي في القصه العربي في 6 ابتدائي، وعارفين تاريخه جدا يعني ماشي. فبالتالي وعلي مبارك بعد كده هو يمسك وزاره المعارف اللي هي وزاره التعليم ايام اسماعيل وتوفيق، وهو هيبني مدارس سموحه، هيعمل نهضه تعليميه حقيقيه في مصر. كل ده بسبب مين؟ بسبب البعثات اللي ارسلتها لاوروبا. ورفاعة رافع الطهطاوي على فكره اصلا في الاصل رفاعة رافع الطهطاوي كان امام مسجد، يعني هو كان في البعثه لما رايح كان عشان يؤم الطلاب رايحين يتعلموا، هو ما كانش رايح يتعلم، هو كان هدفه ديني. لما راح فرنسا شاف الحياه هناك فقرر قال لك لا انا عايز بقى اتعلم فرنساوي واخش مع الولاد اللي انا جاي معاهم دول، اخش في العلوم، اتعلم لغه، ابدا بقى في الحياه الادبيه، اتعلم الكلام ده كله ماشي. فكتب بقى ايه؟ فكتب كتاب كتب كتاب عن فرنسا، يعني كتاب حلو يعني، سماه تخليص الابريز في تلخيص باريس. باريس عاصمه فرنسا، كتاب حلو يعني. طيب الاستعانه ببعض الاساتذه الاجانب بما تفسر. ليه بقى؟ بهدف التدريس في المدارس العليا، الجامعات، يعني المدارس العليا هي دلوقتي الجامعات، مدرسه الطب الحاجات دي كانوا زمان بيسموها مدرسه ما بيسموهاش كليه ماشي. والمساهمه في الترجمه، المساهمه ايه؟ في الترجمه، بحيث ان انا الخواجه مثلا بتاع الالماني ده اقول له تعالى يا عم الالماني هات لي الكتاب ده وساعدني في ترجمته. وانشاء المطبعه الاميريه في بولاق. ليه انشانا مطبعه؟ طب احنا في حركه علم نهضيه من غير كتاب؟ طب الكتاب ده مين اللي هيطبعه؟ مطبعه. يبقى بهدف طبع الكتب اللازمه في المدارس للطلبه تمام، وطبع الكتب الادبيه والفنيه والعلميه برضو ماشي، عشان الناس تبدا تتثقف وتقرا. واصدار صحيفه بقى، دي كانت اول صحيفه رسميه للدوله اسمها صحيفه الوقائع المصريه. لو حد راح متحف عابدين اللي هو في قصر عابدين في وسط البلد في عابدين، هو يخش المتحف هيلاقي اول تقريبا نسخه صدرت لهذه الوقائع. انا شفتها بعيني، رحت المتحف وشفتها، صدرت الوقائع المصريه تمام. دي كانت اول جريده. يعني ايه اول جريده رسميه؟ يعني محمد علي حب يصدر قرار، ما كانش فيه زمان تلفزيونات، فيعمل ايه عشان الناس تتاكد القرار ده؟ طبعا محمد علي يوم صدر وثيقه من الدوله اسمها الوقائع المصريه،
يختم بختم ويعمل كل حاجه بيه عشان الناس ايه، ناس تعرف ان دي صحيفه الدوله، وان دي ايه، وان دي اخبار الدوله، والدوله عايزه نعمل كذا ايه والكلام ده كله. تمام. تعالوا نكمل. بناء القوة العسكرية. احنا كنا عاملين كل ده ليه؟ عشان الجيش، حتى التعليم والثقافة عشان الجيش. يعني علي مبارك زي ما خدنا في 6 ابتدائي، تمام، ده كان في الاصل ضابط جيش، ده كان في الاصل ايه، عسكري رايح يتعلم في فرنسا عشان الجيش. رفاعة رفعت الطهطاوي كان رايح ليه؟ رايح عشان يؤم طلبة ضباط حربية، طبعا ضباط عسكريين يعني، ماشي، رايحين يتعلموا هم كمان. فكل حاجة تبع الجيش. انا عامل كل ده عشان اقوم ايه، الجيش. وطبعا الدولة القوية عمرها ما تبقى قوية غير بايه؟ بجيشها القوي. تمام؟ فده طبعا الصح. طيب، رابعا بقى بناء القوة العسكرية. أدرك محمد علي أن بناء القوة العسكرية هي الدعامة الأساسية في بناء الدولة الحديثة. طب أنا دلوقتي لو أنا ما عنديش جيش، هتيجي الدول الغربية أو أي دولة في العالم تطمع فيا، زي ما حصل بعد كده في 82 في الاحتلال الإنجليزي، وزي ما حصل بعد كده أيام الاحتلال الفرنساوي. طب لو كان في 82 جيش قوي، كان الإنجليزي يعرفوا يخشوا مصر؟ لا. طب لو كان في أيام 1798 أيام الحملة الفرنسية كان في جيش قوي، كان الفرنساويين يعرفوا يخشوا مصر؟ برضه لا. فمحمد علي اتعلم الدرس، قال لك انا لازم ابني جيش عشان يحمي البلد دي. في بناء الدوله الحديثه فكانت جميع المشروعات التعليميه والعمرانيه بهدف سد احتياجات الايه، الجيش وبناء القوى الايه، عسكريه. طيب، اهتم بقى محمد علي بايه؟ قال لي اهتم محمد علي ببناء قوه عسكريه على الطراز الاوروبي. على الطراز الثاني الاوروبي، وتحديدا اكتب بين قوسين عندك الفرنساوي. يعني عايز يبني جيش زي جيش فرنسا، نفس الخطط ونفس الاسلوب ونفس الاسلحه ونفس كل حاجه، هنعمل زي فرنسا. ده مش عيب، حاجه كويسه. فرنسا في الاول وفي الاخر في الوقت ده كانت دوله عظمى، صح؟ يبقى اول حاجه اعداد الضباط، حتى اللي هيجي يتدرب الضباط عندنا هيبقى فرنساوي، هيبقى ايه، فرنساوي. بس قبل ما ناخده، اول حاجه انشاء المدارس العسكريه. هنعلم الضباط هنعمله في البيت؟ لا، لازم يكون في زي كليه حربيه، صح؟ الكليه الحربيه دي كانت زمان اسمها مدرسه عسكريه، كانت فين؟ في اسوان، مش في صلاح سالم يعني. ماشي. يبقى انشاء المدارس العسكريه منها المدرسه العسكريه باسوان، كانت زمان في اسوان. حلو. طيب، واستقدام ضباطا ومعلمين ذوي خبره ودرايه من اوروبا للمدارس العسكريه التي انشاها. وكان اشهرهم مين بقى اللي هيدرب الضباط دول؟ ما فيش واحد مصري، ما فيش كفء، ما فيش حاجه اسمها جيش، عايزين الناس تيجي تعلمنا يعني ايه جيش. فجبنا واحد اسمه الكولونيل سيف او سليمان باشا الفرنساوي. ده كان واحد من جيش نابليون، احد ضباط نابليون. لما جه مصر اسلم، لما جه مصر ايه، اسلم واعلن اسلامه. ماشي. فمحمد علي قال له تعالى درب لي بقى ايه، تعالى درب لي الجيش بتاعي ده. تمام. والكولونيل سيف ده على فكره هيخلف بنت اسمها نظلي. نظلي دي هتتجوز بعد كده محمد شريف باشا. لو حد عارف هناخده ان شاء الله الدرس امتى، ناخده كمان درسين. ماشي. هو ابو الدستور المصري الله يرحمه. تمام. حتى نظلي دي على فكره اتسمت على اسمها العجوزه، يعني هي حي العجوزه اللي في الجيزه. تمام. دي لما كبرت في السن كانت قاعده في الايه، كبرت في السن قوي، كانت قاعده في الحي ده، فالناس قعدت كل شويه تروح وجايه، ايه العجوزه، ايه العجوزه، ايه، فتسمى حي الايه، العجوزه. فدي معلومات الحلوه. هي بنت مين؟ سليمان باشا الفرنساوي، ولا الكولونيل سيف يعني. ماشي. اللي هتتجوز بعد كده محمد شريف باشا. حلو الكلام. اعداد الجنود بقى. انا دلوقتي عديت ضباط، ما الجنود مهمين، الجنود في الاول وفي الاخر هم اكبر عدد في الجيش. قال لي في البدايه كان الضباط المصريين. طب هنجيب الجنود منين؟ قال لي في البدايه محمد علي حاول يجند السودانيين. لما جينا فتحنا السودان في سنه 1820 حاول يجيب السودانيين يجندهم في الجيش عنده، ولكن بعد كده اتجه للمصريين، صرف نظر عن السودانيين. السودانيين بقوا قليلين خلاص. طب ليه محمد علي عمل كده؟ يبقى قال لي بسبب اول حاجه الانتظام في التدريب. يعني هم السودانيين مش هينتظموا في التدريب؟ لا طبعا ينتظموا، بس مش ده السبب الرئيسي، في اسباب ثانيه. اطاعه الاوامر العسكريه. يعني هم السودانيين يعني الناس مش ناس يعني ما بتطيعش الاوامر العسكريه؟ لا طبعا. بس برضه في ايه، ميادين القتال الخارجيه. يعني هو السوداني مش كفء، في مش السوداني كفء زي المصري. بس السبب الرئيسي ان السودانيين ما زي ما بيقول كده جو السودان مختلف عن جو مصر. فبالتالي السودانيين لما راحوا اسوان ولما راحوا مصر عشان يتعلموا ويتدربوا اختلف الجو، فانتشرت ما بينهم الامراض، فما عرفوش يأدوا الخدمه العسكريه بطريقه كفء. فساعتها محمد علي اضطر يعتمد على الجنود المصريين، وجند ساعتها الفلاحين تجنيد ايه، اجباري. ماشي. تمام. فطبعا لما المصريين تجندوا اثبتوا بقى كفاءتهم في الالتزام في التدريب واطاعه الاوامر وميادين القتال ايه، الخارجي.
ماشي، زي ما حتى النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه اتخذوا منهم جندا كثيفا فانهم خير اجناد ايه الارض. انشاء الاسطول. الاسطول يعني ايه؟ هو الجيش البحري، سفن بقى والحاجات اللي هي دلوقتي زي الغواصات والحاجات دي بحريه، بس ما كانش فيها طبعا في اي محمد علي غواصات يعني. اهتم محمد علي بانشاء الاسطول. دلل، هات لي دليل. قال لي اول حاجه عمل ترسانه زي مصنع، ترسانه يعني ايه؟ مصنع بحري اللي بيصنع السفن والحاجات دي، بحريه في بولاق. عمل ترسانه في بحريه فين؟ في بولاق. وبعديها نقلها اسكندريه لما بقى الاسطول بدا يكبر، بالذات بعد حرب اليونان هياخدها تحت. لما الاسطول المصري اتدمر محمد علي قال لك لا، انا هبني بقى ترسانه اكبر من دي عشان ابني اسطول اقوى واكبر من الايه؟ من اللي اتدمر. فبدا في اسكندريه وزود بكافه انواع الايه؟ الاسلحه. يبقى في الاول الترسانه البحريه كانت في بولاق وبعدين نقلها مين؟ اسكندريه. اعد اماكن لتدريب وتعليم البحاره، حتى ابنه اللي هيحكم مصر بعد كده محمد سعيد باشا كان في الاصل جندي بحري او ضابط بحري، تمام، وكان بيحب البحريه جدا محمد سعيد باشا عشان اتربى وسطهم. طبعا البحريه سلاح عظيم، ماشي. يبقى عد اماكن لتدريب وتعليم البحاره ايه؟ الجند، زي كده كليه ايه؟ زي مدرسه بحريه او كليه بحريه، ماشي. انشاء المصانع والاسلحه والذخيره وتشييد القلاع. قال لي عمل مصنع لصنع الذخائر الحربيه اللي هي يعني الذخيره يعني الرصاص اللي تضرب بيه المسدس، وفي نفس الوقت اللي انت بتصنع بنادق ومسدسات وكده، ماشي. فين بقى المصنع ده؟ في القلعه اللي هي في السيد عيشه، ماشي، اللي هي قلعه صلاح الدين، حتى بنسميها مسجد محمد علي. هو كان المصنع بتاعه في الحته دي. بعد كده حب يكبر، بس القلعه مش هتنفع، القلعه في الاول وفي الاخر مكان صغير ومكان في الحكم ومكان للحكم يعني ايه مش مناسب برضه. طب عايزين نكبر زي ما عايزين نكبر بالظبط ترسانه البحريه، فسيبنا ابو لاء ورحنا اسكندريه. نفس الحكايه في القلعه، راح سايب القلعه وراح بقى اسكندريه والرشيد والدمياط للدفاع عن ايه؟ البلاد. بعد كده يعني بعد كده الموضوع هيتطور اكتر فيفتح مصانع ايه تاني، وانشا القلاع في الاسكندريه والرشيد والدمياط للدفاع عن ايه؟ البلاد. تمام. مثلا بقى البناء السياسي، زي محمد علي كان بيحكم البلد. ازاي محمد علي كان بيحكم ايه؟ البلد. قال لي محمد علي بدأ في إعادة تنظيم الإدارة حتى يستطيع السيطرة الكاملة على الإيه؟ على البلد. أول حاجة قسم مصر 7 مديريات، وعلى رأسهم طبعا القاهرة، الحكومة المركزية فين؟ في القاهرة. يعني كانت مصر زمان 7 محافظات زي ما بنقول دلوقتي. مصر دلوقتي كام محافظة؟ 24 صح؟ لا زمان بقى كانت مصر 7، ما كانش اسمها محافظات، كان اسمها مديريات. وعلى رأس هذا النظام الإداري حكومة مركزية لها عاصمة طبعا في القاهرة، تصدر منها جميع الأوامر واجبة الإيه؟ النفاذ. إنشاء عدة مجالس ودواوين، بس بين قوسين سورية. يعني إيه سورية؟ يعني آخرها استشارة. محمد علي عاملها عشان أنت تستشيرني بس مش أكتر، لكن مش زي دلوقتي مثلا البرلمان ليه سلطة وليه إن هو يراقب الدولة ويعزل ويعين، لا. أنت كان زمان لسه الموضوع بيتطور يعني. فعمل دواوين زي مجلس المشورة والديوان العالي اللي هو دلوقتي زي مجلس الوزراء يعني، ماشي؟ تمام. وأصدر لائحة سنة 1937. فين اللائحة دي؟ وأصدر إصدار لائحة جديدة عام 1937 لإعادة تنظيم الإدارة إلى 7 دواوين وزارات وحدد اختصاصاتها. يعني خلى الديوان العالي ده فيه 7 وزارات أو 7 دواوين، تمام، بحيث يظبط إيه الدواوين دي، يعني ديوان التعليم، وزارة ديوان الجهادية اللي هو الجيش يعني وكده وهكذا. فجي 37 خلاها مين؟ خلاها 7 دواوين، هي 7 وزارات يعني. حلو الكلام. وبكده احنا خلصنا سياسة محمد علي الداخلية، خدنا البناء الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي والجيش، وخدنا حتى البناء السياسي. معلش عارف هو درس طويل شوية، بس من الدروس المهمة جدا واللي بيجي عليها أسئلة كتير، واللي بيحب التاريخ هيحبه. يعني هو مش صعب، اللي بيحب التاريخ مش هيستصعبه خالص. نيجي بقى عند سياسة محمد علي الخارجية. محمد علي كانت علاقته ايه بالدول اللي بره وبالذات الدول المحيطة اللي قريبة مننا؟ كانت علاقته بقى ازاي؟ كويسة ولا في حاله ازاي يعني؟ بالذات طبعا الدوله العثمانيه، في الاخر كل الكلام بيقول لك ده كانت مصر تبع الدوله العثمانيه، محمد علي ولي عثمان. قال لي محمد علي بقى عمل ايه مع الدوله العثمانيه؟ قال لي محمد علي كان عايز ينفصل عنها والاستقلال بمصر. يا نهار ابيض. وقد مرت العلاقه بينه وبين السلطان والدوله العثمانيه مرحلتين، مرحله الاتفاق والخلاف، ومرحله ثانيه الخلاف. طب الاتفاق يعني ايه؟ يعني اللي انا والسلطان العثماني متفقين على رؤيه واحده، اللي احنا الدوله دي لازم نحاربها، هي دي الفكره. السلطان العثماني قال له يا محمد علي روح حارب، محمد قال له ماشي وانا معاك. طب يعني ايه ده الحروب دي؟
قال لي اول حاجه مرحله الاتفاق اللي اتفقوا عليها في حرب هذه الدوله في حروب شبه الجزيره العربيه اللي هي بنسميها الحروب الوهابيه. الحروب الوهابيه واليونان. وتمت بناء على طلب السلطان العثماني. يعني السلطان العثماني قال له يا محمد روح حارب في شبه الجزيره العربيه وروح حارب اليونان، هناخد ليه تحت. تمام. مرحله الخلاف بقى والصدام. المرحله اللي محمد علي دخل حروب السلطان العثماني ما كانش عايزها. السلطان العثماني كان متضايق منها، بالعكس دي كانت هتودي السلطان العثماني وهتنهيها كمان. اول حرب مثلا زي حروب السودان، بس دي ما كانتش تفرق مع السلطان العثماني. ليه؟ ان السودان كده اصلا ما كانتش تبع الدوله العثمانيه. يعني السودان نقدر نقول احنا اللي فتحناها سنه 1820. السودان كانت قبل ذلك ما كانتش تعرف حاجه اسمها اسلام. ماشي؟ يعني احنا حتى لما خدنا مثلا في الدراسات في الثانيه اعدادي، يعني سيدنا عبد الله بن سعد بن ابي الصالح جه فتح بلاد ايه؟ النوبه، بس ما فتحش السودان. السودان بقى لما نخشها ما كانتش دوله مسلمه، كانوا اغلبهم ناس بدائيه وناس بيعبدوا مش عارف وثنيين الكلام ده كله. احنا بقى اللي فتحنا السودان وخليناها دوله ايه؟ مسلمه. تمام. عشان كده السلطان العثماني ما اهتمش بالسودان. هو ما طلبش اصلا ان محمد علي يخش السودان، بس محمد علي هو دخل السودان عشان يحقق فيها ايه؟ مصالحه، وهناخد فيها تحت وناخد ليه تحت. بس بقى الحرب الحقيقيه اللي كانت ضد السلطان العثماني وكانت بتحارب كمان السلطان العثماني هي حرب الشام. حروب الشام الاولى والثانيه. وتمت بناء على رغبه محمد علي. يبقى حربين تموا بناء على رغبه محمد علي هي السودان والشام، والحربين تانيين تموا بناء على رغبه السلطان العثماني اللي هي مرحله الاتفاق اليونان وشباب شبه الجزيره العربيه. واحده بقى. اول حاجه حروب شبه الجزيره العربيه دي قعدت كام سنه؟ 8 سنين. 8 سنين، وكانت حرب طاحنه، حرب قويه جدا. ماشي؟ من 1811 ل 19 1819 كل ده في القرن ال 19 يعني. تعرف باسم ايه بقى؟ الحروب الوهابيه. الحروب الوهابيه. طب ليه اتسمت وهابيه؟ عشان كان في راجل دعوي اسمه محمد بن عبد الوهاب ظهر في شبه الجزيره العربيه، عمل حركه دينيه. ماشي؟ بيدعو فيها بقى ايه؟ من وجهه نظره الى الاصلاح والى التجديد في الامه والى ف جت قبائل عربيه دعمته. فالقبائل العربيه دي خرجت على الدوله العثمانيه، قالت لك بقى احنا مش تبع، احنا عرب مش تبع الترك، احنا مالناش دعوه بيك يا دوله عثمانيه. ما لما ده معناه ايه؟ ده معناه ان مكه والمدينه هتخرج، فالدوله العثمانيه هتسكت؟ لا، الدوله العثمانيه مش هتسكت. فالاول بعتت لمحمد بن عبد او الحركه الوهابيه دي، بعتت لهم والي الشام والعراق، فشلوا، ما عرفوش يتصدوا لها. ففي الاخر انت بتحارب في الصحراء ودي ارضهم، وبتحارب ناس ايه يعني زي ما بيقولوا كده قلب ميت، ففشلوا. فما قدامش غير السلطان العثماني مصر. قال له بقى تعالى يا محمد، يعني مش انت خلاص يا اخويا بتظبط لي جيشك مش عارف مين؟ تعالى بقى حارب لي الناس دول، انا مش قادر عليهم. طبعا الدوله العثمانيه ضعيفه عشان تبع الجيش، يعني مش قادر. ماشي؟ ايه بقى اسبابها؟ القضاء على الحركه الوهابيه التي تهدد نفوذ الدوله العثمانيه في شبه الجزيره ايه العربيه. هتاخد منك مكه ومدينه، يا نهار ابيض، موضوع كبير قوي. نتائجها قال لي محمد علي نجح في السيطره على شبه الجزيره العربيه. محمد علي كسب المعركه في الاخر. في الاول بعت ابنه طوسون اتصاب ومات وبعديها راح هو محمد علي ذات نفسه يحارب بذات نفسه شبه الجزيره العربيه. بعديها بعت ابن ابراهيم. يعني الموضوع كان كبير قوي. بقول لكم استمرت 8 سنين. 8 سنين. كده احنا خلصنا الحروب الوهابيه، وديتك فيها التفاصيل الكلام يا عم عشان تبقى فاهم. ضم السودان برغبه محمد علي. في نفس الوقت السلطان العثماني عادي ما تفرقش معايا، انت بتضم لي حاجات جديده يعني. السودان كده ما كانتش فارقه يعني. ماشي؟ عشان ما تفتكرش ان السلطان العثماني كان ضد حرب السودان، لا ما كانتش فارقه معاه اصلا. الاسباب: رغبه محمد علي في تحقيق مكاسب سياسيه واقتصاديه وعسكريه. زي ما قلت لك كان عايز يتخذ من السودانيين جنود، وعايز يستغل موارد السودان الاقتصاديه. السودان على فكره فيها ذهب كتير وارض زراعيه خصبه جدا. ده السودان يقول لك لو اتزرعت تاكل الوطن العربي كله. يعني السودان تربتها احسن من مصر. ماشي؟ وتحقيق مكاسب سياسيه عشان بقى يضم بلد جديد ويوصل تحت العمق الافريقي ويمد بلده الكلام ده كله. يبقى الاسباب: رغبه اقتصاديه، هحط لك تحت هو علمك عليها اهو، رغبه محمد علي في اقتصاديه وسياسيه وعسكريه. طيب نتائج: هل محمد علي نجح؟ في سنتين كان واخد السودان كلها. في سنتين. إلى امتداد النفوذ المصري إلى جنوب السودان. هي دلوقتي جنوب السودان، دي بلد لوحدها عن السودان يعني. وإنشاء مدينة الخرطوم العاصمة.
وده كانت ليه اتسمت الخرطوم؟ عشان مش عارف فرع النيل في الحته دي كان عامل زي خرطوم الفيل، فسموها الخرطوم على ايه؟ اسم خرطوم الفيل يعني، اللي دلوقتي لا زالت عاصمه السودان. يبقى مين اللي اسس مدينه الخرطوم؟ المصريين بقياده محمد علي. تمام؟ تمام. وعلى فكره في الحرب دي برده كانت صعبه، يعني ما كانتش طبعا زي صعوبه حرب شبه الجزيره العربيه، بس لدرجه ان حروب السودان اتقتل فيها ابن محمد علي، اتحرق، اسمه اسماعيل باشا، اتحرق، مات محروق. تمام؟ فكان برده حروب ايه؟ مش سهله يعني. طيب، واهم حاجه بقى ايه؟ اكتشاف منابع النيل. اكتشاف منابع النيل. بس احنا احنا لسه بنبدا نكتشفها، لسه بنبدا ايه؟ تحت عشان كله تحت بعض. احنا لسه يعني ما عرفناش النيل ده جاي منين. النيل اصلا بينبع منين؟ زي ما خدنا زي ما هناخد في الجغرافيا، بينبع من اثيوبيا، صح؟ بس احنا بدانا نعرف هو النيل ده بيجي منين بالظبط. بدانا ننزل تحت، بدانا ننزل ايه؟ تحت، وبدانا بعد كده نعمل بحثات استكشافيه عشان نستكشف النيل ايام بقى اسماعيل بالذات. بعدين بقى عرفنا بقى بحيره فيكتوريا، وعرفنا بقى منبع النيل في اثيوبيا، ومنبع النيل في الدول تحت عند بحيره فيكتوريا والحتت دي كلها. الكلام ده كله حصل ايام اسماعيل، بس البدايه الحقيقيه كانت ايام محمد علي لما ايه؟ فتحنا السودان. تمام. نيجي بقى عند الحرب الثالثه بقى، وايام السلطنات اللي هي حرب الايه؟ اليونان. حرب الايه؟ اليونان. ودي نقدر نقول عليها اكتر حرب محمد علي خسر فيها. خسر فيها جدا، سواء خسر فيها ما كسبش منها حاجه، طلع منها خسران في الاول، ان في الاخر اليونان هتستقل. اليونان هتستقل عن الدوله العثمانيه، فبالتالي انت خسرت الحرب. وخسر فيها جيشه، خسر فيها جيشه اللي قاعد يبني فيه من 1811، خسر في ايه؟ في 1828، يعني في 20 سنه مثلا او 25 سنه محمد علي خسر كل اللي عمله. فاكتر حرب اكتر حرب محمد علي ايه؟ انضر منها. اكتر حرب. طيب ليه حرب اليونان دي اصلا ايه؟ اسبابها قال القضاء على ثوار اليونان في المورة الذين طالبوا بالاستقلال عن الدولة العثمانية. في المورة في اليونان عموما يعني، ماشي؟ اليونانيين قال لك احنا يونانيين مش اتراك او مش عثمانيين، عايزين نستقل عنكم. طبعا اليونانيين كانوا على غير الدين الاسلامي، فما تربطش، ما فيش بين الدولة العثمانية واليونان روابط، فاليونانيين قال لك احنا مش عايزين. تمام؟ طيب نتائجها طبعا زي ما قلت لك ايه؟ نتائج كارثية. كانت النتائج ان هي الحروب اليونان في صالح محمد علي، على الرغم من تحطيم الاسطول المصري في معركة نافارين. حيث، وعلى فكرة انا بقول لك اهو، يعني انت بس كل اللي انت المنهج بيقول لك ايه؟ كانت النهاية الحروب في صالح محمد علي. في صالح محمد علي ايه؟ صالح محمد علي من الناحية الدبلوماسية، من الناحية الدبلوماسية. تمام؟ لكن انت من الناحية الاقتصادية والعسكرية انت خسرت جامد، خسرت جامد بسبب معركة ايه؟ اسمها معركة ايه؟ نافارين. ماشي؟ ان انت حاربت فيها الجيش الروسي والاسطول الانجليزي، اتبهدلت فيها حرفيا، اتبهدلت. حيث ليه محمد علي طلع كسبان؟ ضم محمد علي جزيره كريت. بقول لك جزيره ما كانتش لها لازمه، محمد علي نفسه اصلا ما كانش طايق، ما كانش عاوزها. جزيره اهلها متمردين، وجزيره ما فيهاش موارد، جزيره على البحر المتوسط ما فيهاش موارد، دلوقتي تبع اليونان ما فيهاش موارد، مالهاش اي 30 لازمه. محمد علي اصلا ما كانش عايزها، بس السلطان العثماني ايه؟ اداها له كمكافاه يعني، عشان ايه؟ يسكته يعني محمد علي، ما يقولوش انت خسرتني، انت بهدلتني، الكلام ده كله. ماشي؟ فده يعتبر حاجه مكسب مش مهم يعني، انت مالهاش اي 30 لازمه يعني بالنسبه لمصر. طيب ايه تاني يا عم؟ قال لي علو مكانة مصر دوليا نتيجة تفاوض الدول الأوروبية مع محمد علي مباشرة لإنهاء الحرب دون الرجوع للسلطان العثماني. الله 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 الله، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ عايزين نفهم. تعال افهمك. دلوقتي انت داخل اليونان على اساس ايه؟ على اساس ان انت تبع السلطان العثماني. السلطان العثماني هو اللي طلب، كان محمود الثاني ساعتها هو السلطان العثماني، هو اللي طلب، قال لك يا محمد علي خش، صح؟ فانت لما اتغلبت في معركه نافارين البحريه، فمحمد علي لقى ان خلاص كده ان الجيش اتدمر، عايز ايه تاني؟ سيبني بقى يروح في حالي. محمود الثاني قال له لا كمل، احنا مش هنستسلم، حتى لو اتغلبنا 100 مره احنا برضه مش هنستسلم، واليونان هتضيع مني. فمحمد علي قال لك لا هكمل ايه؟ انا ما عنديش جيش. راح للدوله الاوروبيه من ورا الدوله العثمانيه وقال لهم انا ما عنديش مشكله انا انسحب بجيشي. يعني الجيش المصري كان هو اكتر جيش موجود في اليونان، هو كان الجيش الرئيسي بتعتمد عليه الدوله العثمانيه في اليونان. فمحمد علي قاده الدوله الاوروبيه انا ما عنديش مشكله انسحب بجيشي من الحرب، بس مقابل تدوني الامان، ومقابل انت ايه؟ تبعتوا لي الذخيره والجنود اللي باقيه هناك. فالدوله الاوروبيه قالت له ماشي احنا معاك، قالت له ماشي احنا ايه؟ معاك. خلاص؟ فبالتالي الكلام ده حصل زي ما قلت لك ايه؟ من ورا السلطان العثماني. فالسلطان العثماني يسكت، انت كأنك بتخوني الدوله.
صح؟ انا السلطان ما سمعتش كلامي، بقول لك كمل ما كملتش، وتروح تتفاوض مع الدول الاوروبيه من ورايا. المفروض مين يتفاوض؟ السلطان العثماني. السلطان العثماني هو الاعلى، هو اللي ليه ايه؟ هو ليه سلطه اعلى، ماشي؟ هو اللي بيحكم في الاول وفي اخر مصر حتى لو اسميا، ماشي؟ فالسلطان العثماني تطورت العلاقه بينه وبين محمد علي. تطورت، مش تطورت، توترت، اسف، توترت العلاقه بين السلطان العثماني ومحمد علي. حلو الكلام؟ حلو. و استنى انزلك تحت. تمام، استنى اظبط لك الدنيا. تمام. يبقى ادى ذلك الى توتر العلاقه بين السلطان العثماني ومحمد علي، ونمو بقى فكره الانفصال عن مصر. اسف نمو فكره الانفصال عن الدوله العثمانيه وتحقيق استقلال لمصر. محمد علي قال لك انا لو كملت السلطان العثماني هيعزلني، ما هو مش طايقني، هيعزلني، فلا انا لازم اتغدى بيه قبل ما اتعشى بيه، لازم اتغدى بيه قبل ما اتعشى ايه بيه، فلازم احارب بقى الدوله العثمانيه واقضي عليها تمام عشان اقوى منها. فمحمد علي من بعد بقى الحرب دي قرر محاربه الدوله العثمانيه، فده بقى يحطها في دماغه عقبال بس ما يظبط جيشه هيخش الحرب. بالفعل ده اللي حصل. حرب اسمها ايه؟ حروب الشام. حروب ايه تاني؟ الشام. تعالى يا عم نعرف حروب الشام. عايز تعرفني يا منهج عن حروب الشام؟ قال لي حروب الشام دي استمرت من 31 لحد 1839. يعني انت حاربت الدوله العثمانيه كام سنه؟ 8 سنين. قعدت 8 سنين تحارب الدوله العثمانيه على مرحلتين، المرحله الاولى والمرحله الثانيه. الاولى انتهت كانت لحد سنه 33، قعدت سنتين وانتهت بمعاهده اسمها معاهده كوتاهيه في تركيا، دي مدينه تركيا، ماشي؟ والثانيه قعدت فتره بينك وبين الدوله العثمانيه حاله من يعني ايه، بينك وبين الدوله العثمانيه معاهده، بس الدوله العثمانيه مش هتسكت، انت في الاول وفي الاخر واخد منها الدوله حروب واخد منها الشام. معاهده كوتاهيه خلت محمد علي حاكم الشام، ماشي؟ تحت اسم السلطان العثماني. فالسلطان العثماني مش هيسكت، فدخل بقى قعد يجهز في جيشه، دخل في حرب ثانيه اللي هي حرب الشام الثانيه، تمام؟ واتغلب، بس اللي هو طبعا تدخل الدول الاوروبيه انتصر في الاخر. وحتى السلطان العثماني ساعتها مات قبل ما يعرف ايه اللي هو محمود الثاني، قبل ما يعرف خبر الهزيمه. تولى بقى ابنه عبد المجيد الاول، عرف خبر الهزيمه بس اضطر ساعتها على الاوروبيين، قال لهم الحقوني الحقوني. انا بقول لك ايه الملخص يعني، الكلام ده طبعا ايه انا بفهمك يعني، خلاص؟ يبقى واجه محمد علي الدوله العثمانيه في حروب الشام الاولى والثانيه، بس احنا مش هناخدها بالتفصيل، انا ان شاء الله دخلت ادبي في ثالثه ثانوي هتاخد شويه تفاصيل عنها الاولى والثانيه، بس انا ايه المنهج كله بيجمعها لك عشان يسهل عليك يعني. ليه بقى محمد علي دخل الشام؟ يعني انت عايز تخش ليه يا محمد علي الشام؟ قال لي اول حاجه توتر العلاقات بين السلطان ومحمد علي بعد تفاوض، زي ما قلت لك لما تفاوض مع الدول الاوروبيه بعد حرب الايه؟ المورا، فبالتالي السلطان العثماني انا كان عايز يعزله، خلاص شاف حفره من العزل، تمام؟ وتصميم محمد علي عن الانفصال عن الدوله العثمانيه. محمد علي ليه؟ قال لك انا دلوقتي عمال ادخل لك حروب يمين وشمال وانت ما بتدينيش حاجه. يعني مثلا بعد حروب شبه الجزيره العربيه اللي هي الحروب الوهابيه، محمد علي طلب من السلطان ان هو يدي له الشام كمكافاه، وهو يدي له الشام عشان يستعين بيها للحرب ضد ايه؟ الشام طبعا عظيمه جدا يعني، يستعين بقى بالحرب ضد الوهابيين. بس لما السلطان العثماني رفض، قال لك انت عايز تاخد الشام عشان تنفصل عني، السلطان العثماني برضه مش غبي، ماشي؟ فمحمد علي بدل ايه؟ يحطها من نفسه، يحطها في نفسه، انت مش هتديني الشام بالظبط، خدها منك بالعافيه. وفي نفس الوقت برضه محمد علي شايف نفسه ان هو دوله قويه وبتحكمها دوله ضعيفه، لا الدوله القويه هي الاحق، اللي هي مصر، عن الدوله الايه؟ العثمانيه في تركيا. هل محمد علي نجح؟ زي ما قلت لك في المره الاولى نجح وصول القوات المصريه الى الشام واعالي نهر الفرات، دي انت دخلت كمان حدود تركيا، دخلت حدود تركيا، كان بينك وبين اسطنبول ده يعني مسافه السكه زي ما بنقول، كنت الطريق مفتوح لك لاسطنبول في الحروب الشام الاولى، بس الحرب بعد كده هتقف زي ما قلت لك. وامتداد النفوذ المصري في بلاد الايه؟ في بلاد الشام. كل ده طبعا في الاولى، ماشي؟ طيب هل بقى الدول الكلام ده طبعا ايه؟ دي المرحله ايه؟ الاولى. هل الدول الاوروبيه هتسكت؟ الدول الاوروبيه بتشوف محمد علي القوي داخل بقوه وعمال بينهي ايه؟ بينهي الامبراطوريه العثمانيه. طب يا محمد علي وانا الامبراطوريه العثمانيه ده هيجي علينا بعد كده، محمد علي هيحاربنا بعد كده، لا لازم نقضي على محمد علي ده بدري بدري، لازم نقضي على محمد علي بدري ايه؟ بدري. طيب عملت ايه؟ دخلت الدول الاوروبيه في مفاوضات مع السلطان العثماني لفرض ما تراه من شروط على محمد علي. ما هي الدول الاوروبيه هددت محمد علي، قالت له يا تحترم نفسك وتسمع كلامنا، يا اما انجلترا والنمسا وروسيا والدوله العثمانيه معاهم كل العالم هيتحد عليك ويحاربك. قدنا ولا مش قدنا؟ فمحمد علي لما جه بص قال لك لا،
انا مش قدكم بصراحه، خلاص شوفوا انتوا عايزين ايه وانا اعمله، شوفوا انتوا عايزين ايه وانا اعمله. وبالفعل على فكره هم ضربونا، يعني الدول الاوروبيه حاربتنا في الشام، قطعت اسطولنا هناك ودمرته يعني. بس محمد علي لما لقى الموضوع كده، وعلى فكره الاسطول الانجليزي كان محاصر اسكندريه، والقائد الانجليزي نزل اسكندريه، فالموضوع كان يخرج بره السيطره، ده كان مصر هتحتل. فمحمد قال لك لا خلاص خلاص، انا ايه، انا هسمع كلامكم، شوفوا عايزين ايه. فراحوا ساعتها عملوا معاهده اسمها معاهده لندن في لندن عاصمه انجلترا الدوليه. اسباب المعاهده ايه؟ ان الدول الاوروبيه ان محمد علي اصبح خطر عليها، فبالتالي حبت ايه تتخلص منه زي ما قلت لك. تمام؟ يمثل خطر على التوازن الدولي نتيجه انتصاراته على السلطان العثماني وازدياد ايه نفوذه. طيب شروط المعاهده، قال لي اعاده بلاد الشام والجزيره العربيه الى السلطان العثماني. مش انت كنت بتحكم بلاد الشام؟ عيدها خلاص، مش هتحكم بلاد الشام، عايزين ترجع ضعيف تاني. وشبه الجزيره العربيه حتى، يعني فاكرين انتوا لما دخلنا الحروب الوهابيه وانتصرنا فيها، كان مصر هي اللي بتحكم شبه الجزيره العربيه. بس على فكره احنا شبه الجزيره العربيه دي انسحبنا منها اصلا قبل ما، بس اقول لكم مش مهم عشان ما نلخبطكمش، يعني معلومه في التاريخيه بس مش مهم اقول لكم عشان ما تتلخبطوش. تمام؟ يبقى اعاده بلاد الشام وشبه الجزيره العربيه الى السلطان العثماني، بدل ما كنت بتحكم الاثنين لا قعدتهم. مقابل ذلك ايه؟ مقابل ذلك خليك على الحكم المصري بس، على الحكم المصري ايه بس، عشان نحجم نفوذك يعني. تمام؟ واعلان خضوع محمد علي للسلطان العثماني، روح يا محمد علي روح يقول للسلطان العثماني اللي هو كان اسمه ساعتها عبد المجيد الاول، روح يقول له انا اسف وانا تحت امرك وتحت سيادتك والحاجات دي كلها. طيب محمد علي كان موقفه من المعاهده؟ طبعا اضطر، انا بقول لك دخل الحرب ما قدرش، دول الاوروبيين هتحارب القوى العظمى كلها، لا مش هتقدر. وحتى فرنسا قالت له انا هقف معاك، فرنسا غدرت بيه، قالت له لا مش قد الكلام ده يا عم، مع نفسك يا بابا. يبقى اضطر محمد علي الى قبول شروط الايه المعاهده. حس السلطان العثماني ان هو ايه زي ما نقول كده جه على محمد علي. محمد علي في الاول وفي الاخر دفعوا، محمد علي بيحكم دوله قويه اسمها مصر، فمش من مصلحته يخسر. فعمل ايه؟ قال لك انا هعمل فرمان اسمه فرمان 1841. هم فرمانين، يعني ايه فرمان؟ زي ما احنا خدنا في الدرس الاولاني خالص، يعني امر من السلطان العثماني. قال لي السلطان العثماني اصدر، استنى خليها تحت اهو، تمام استنى، تمام اهو. اصدر السلطان العثماني فرمانين عام 41، يعني بعد نهايه حرب الشام على طول. قال لك ايه؟ الفرمان الاول في شهر يونيو يقضي بحق وراثة حكم مصر لأكبر أبناء محمد علي سنا من الذكور. يعني يا محمد يا علي، أنا جيت عليك كتير يا عم، هديك حكم مصر ليك ولأولادك، يلا يا عم شوف مين أكبر ولد عندك من الذكور أو أكبر نسل عندك من الذكور هخليك يحكم مصر، ده للأبد يا عم، يلا يا عم بقت مصر حكاية ليك ولأولادك. ماشي؟ حتى ساعتها إبراهيم هيحكم إيه؟ هيحكم مصر 6 شهور في ظل حكم أبيه، عشان محمد هيجيله خرف في الآخر. ماشي؟ وهيموت وهيحكم بعديه عباس، عشان عباس كان اكبر الذكور في اولاد محمد علي، هو كان حفيد، يعني محمد علي كان جد عباس، بس هو كان اكبر من سعيد، عباس كان اكبر من ايه من سعيد، والقانون بيقول ايه اكبر الذكور سنا. ماشي؟ والثاني يقضي بولايه مصر على ايه ولايه محمد علي على السودان، يلا يا عم هنضم لك السودان تبعها. كانت السودان دوله ما كانتش حاط عليها اهتمام، ما كانتش فتحيها كده كده زي ما قلت لك يعني، هتاخدها مش هتخسر يعني، خدها. تمام؟ وبكده الحمد لله نكون خلصنا الدرس. ده انا عارف هو درس ايه رخم شويه وصعب، بس ايه معلش يعني لازم نذاكره يعني معلش. طبعا نحل الاسئله عشان ايه المعلومات تثبت في دماغنا، ونشوف هو بيقول لي ايه في الدرس ده، بيجيب لي اسئله عن ايه. اكثر من تضرر، اول سؤال طبعا اختر، اكثر من تضرر من سياسه محمد علي الاقتصاديه هم مين؟ مين اكتر ناس اتضرروا؟ مش محتاج التجار، بيقول لك محمد علي كان هو الكل في الكل، مش سامح لاي حد يتاجر معاه، فبالتالي كتاجر هتخرب بيتي. الصناع لا، ده الصناع ظهروا وبداوا يشتغلوا في المصانع ياكلوا عيش. البدو لا، ده محمد علي عمل معاهم اتفاقيه، قال لهم بدل ما تبقوا انتوا قاعدين في الصحراء معزولين، تعالوا خليكم محترمين وعفوا عنكم. وطوائف الحرف، بقول لك طوائف الحرف ظهرت، الصناع والزراع والحاجات دي. طبعا التجار هم اللي اتخرب ايه بيتهم، يبقى الاجابه رقم ب التجار. 2 من القوى الاجتماعيه التي استمرت في ظل نظام الاحتكار كوسطاء للحكومه. كوسطاء للحكومه يعني زي ما كده اشتغلوا سمسرة عند الحكومه، انا بشتغل سمسار لصالح الحكومه. الزعامه الشعبيه، الزعامه الشعبيه اصلا محمد علي مش هقول لك قضى عليها، بس خلاها ملهاش لازمه، ملهاش دور. طوائف الحرف، طوائف الحرف ان هم كانوا شغالين عند محمد علي وكانوا بيسوقوا له المنتجات والدول الاوروبيه والحاجات دي كلها، كانوا بيشوفوا له على الاسعار والحاجات دي، يبقى ده صح. البدو لا.
بس خلي بالك، هو السؤال بيقول ايه؟ من القوى الاجتماعيه استمرت، يبقى كانت موجوده قبل نظام الاحتكار بتاع محمد علي. وطوائف الحياه كانت موجوده ايام المماليك، كانت موجوده قبل محمد علي يعمل نظام الاحتكار. كان في زراع، وفي ناس شغاله يدويا من الحاجات دي كلها. البدو لا، البدو كانت قوه منبوذه قبل محمد علي، قوه منبوذه. والمماليك ده محمد علي اصلا قضى على المماليك، ما استمرش في عهد. طبعا الاجابه رقم ب، طوائف الحرف. زادت حاجه الحكومه المصريه في عهد محمد علي الى ايه؟ عمال الزراعه موجودين، مش محتاجينهم يعني. طيب الموظفين والفنيين، لما قلت لك ان محمد علي اهتم بالتعليم ليه؟ عشان يخرج ناس تعرف تقرا وتكتب عشان يستخدموا في المصالح الحكوميه، وفي نفس الوقت فنيين عشان يعرفوا بقى مهندسين ودكاتره عشان يخدموا الجيش. تمام؟ يبقى محمد علي فعلا كان محتاج في الحاجه دي قوي، ما كانتش موجوده في مصر، هو اللي عملها بقى. التجار بقول لك محمد ما كانش محتاجهم، خرب بيتهم. يبقى التجار الحرفيين غلط. علماء الدين واحد زي عمر مكة محمد علي نفض دمياط وخليه ملوش لازمه يعني. ماشي؟ فمحمد ما كانش محتاج العلماء الدين ايه قوي يعني. خلاص؟ يبقى طبعا الموظفين والفنيين. طيب أنشأ محمد علي مدرسة عسكرية في مدينة لازم تكون حافظها عشان تجاوب عليها على طول. أسوان. ماشي؟ ده طبعا إيه؟ أول مدرسة عسكرية تخرج ضباط في تاريخ مصر، وكان قائدها مين؟ الكولونيل سيف الفرنسي. تمام. ارتفعت مكانة مصر دوليا بعد حروب محمد علي فيه. تعالوا ناخدها واحدة واحدة. اليونان لما محمد علي تفاوض مع الدول الأوروبية لوحده، فبالتالي الدول الأوروبية بصت له هو حاكم قوي وليه نفوذ. دي صح. السودان لا، السودان ما حدش كان مهتم بالسودان، لا الأوروبيين ولا الدولة العثمانية، أي حد. محدش أصلا كلمك لما جيت خدتها، أنت خدتها كده بمزاجك يعني، ما حدش مهتم. الشام لا، بس ماشي الشام صح، بس في اليونان كانت قبليها. شبه الجزيرة العربية كانت زي السودان يعني. الدول الأوروبية مش مهتمة بشبه الجزيرة يعني، عشان تروح تقول لك تاخدها ليه تعملها ايه، ما عليكش مكانتك يعني. خلاص؟ طبعا أول حرب كانت ايه؟ اليونان. بعد انت ما تذاكر هتعرف. تمام؟ طيب صح وغلط. شملت حدود الدولة المصرية في عهد محمد علي إحدى الجزر الأوروبية، صح؟ لجزيرة ايه؟ كريت، اللي جزيرة مالهاش لازمة دي، محمد علي ما كانش عايزها. تمام؟ يبقى ده صح. اللي بعده يا عم. أهمل محمد علي ترجمة الكتب الخاصة بالصناعات المختلفة. لا ده غلط طبعا، غلط. ده محمد علي جاب خواجات من بره وعمل مترجمين زي رفعت الطهطاوي وعالم باشا مبارك عشان ايه؟ عشان يترجموا الكتب. لا يا عم، ده اهتم طبعا، مش اهمل. انت بتقول ايه؟ طيب اعتمد محمد علي في اعداد الجنود على المصريين ثم السودانيين. لا العكس، لما جاب السودانيين الاول لقى ان الجو مش ملائم ومرضوا، فخرجهم بره وجاب المصريين بدلهم. تمام؟ برضه غلط. قضى فرمان 41 بحق وراثة حكم مصر لأكبر أبناء محمد علي سنا من الذكور. طبعا صح. وعشان كده عباس، بعديها إبراهيم الأول، المفروض إبراهيم الأول يعني، بس إحنا هنخش على عباس على طول. إبراهيم، عباس والناس دول، كل دول طبعا النسل محمد علي. الكلام ده صح. طيب اكتب مشروع إليه العبارة. ماشي يا عم، هكتب. حاضر يا عم، مشروع إليه العبارة. عايز إيه؟ هنا بيقول لي إيه؟ حروب دخلها محمد علي بناء على طلب السلطان العثماني انتهت بتوتر العلاقة بينهما. هو في حربين، الأولية حروب شبه الجزيرة العربية، والثانية حرب اليونان. بس هو قال لي هنا حاجة عشان يوضح لي لو عايز أي حرب انتهت بتوتر العلاقة بينهما، يبقى طبعا حرب اليونان. حرب شبه الجزيرة العربية كان السلطان عثمان راضي عنك، ده فرح ان انت لما رجعت له شبه الجزيرة العربية تحت السلطان. يبقى طبعا حرب الايه؟ اليونان. معاهدة دولية فرضت على محمد علي سنة 40 من الدول الأوروبية خشية ازدياد نفوذه. يبقى معاهدة دولية فرضت، يعني محمد علي كان لازم يختارها غصب عنه، لازم. طبعا معاهدة لندن الدولية اللي قامت في حروب الايه؟ الشام. تمام. صح وغلط. قصدي اسف، صوب الكلمة اللي هي الكلمة الغلط يعني. تمام. نظم محمد علي الاقتصاد المصري على أساس نظام الالتزام؟ لا، هو غير كلمة الالتزام وخلاها كلمة ايه؟ احتكار. ماشي؟ بس الاثنين اقتصاديا نقدر نقول زي بعض يعني، مفيش فرق كبير قوي ما بينهم يعني. تمام. حلو الكلام. يبقى الايه؟ نشيل الالتزام ونحط الاحتكار. انشأ محمد علي المطبعة الأمرية في القلعة؟ لا، في بولاق. فين؟ في بولاق. اللي انا شايف في القلعة ايه؟ الترسانة. مش اسف، مش الترسانة، اللي هي ايه؟ المصنع اللي بيصنعوا له الذخائر. ده اللي فتحوا في القلعة. خلاص، ادي بنراجع المعلومات مع بعض اهو. ماشي. بما تفسر. نظم محمد علي مجالات الاقتصاد المصري على اساس نظام الاحتكار؟ انا مش عايزك تقول انا عايزك تقول لي ليه. انا عايزك تقول لي ليه، هات لي دليل يعني. قول لي ايه السبب. لا مش هات لي دليل، قول لي ايه السبب. اسف، قول لي ايه السبب ان محمد علي
عمل كده؟ قال لي عشان كان شايف من وجهة نظره ان هو بالطريقة دي هيخش ينافس الدول الأوروبية، هيبقى ليه ايه؟ هيبقى ليه مكان في السوق العالمي، لكي يضمن الدخول في سوق التجارة الدولية منافسا لغيره من الايه؟ من الدول. تمام. الاهتمام بالتنظيمات الإدارية في عهد محمد علي ده متفسر ليه؟ طبعا عشان يحكم البلد، يسيطر ايه البلد ويقدر يحكمها ويسيطر عليها سيطرة كاملة، لكي يضمن السيطرة الكاملة على شؤون البلاد. تدخل الدول الأوروبية أمام ازدياد نفوذ محمد علي بما تفسر بسبب خوفهم منه، وأصبح يمثل محمد علي خطر عليهم، خايفين منه. يعني بسبب ذلك الدول الأوروبية أن محمد علي أصبح يمثل خطرا على التوازن الدولي. بدل ما مثلا انجلترا تتخانق مع فرنسا، دلوقتي هتتخانق مع فرنسا ومحمد علي، يعني ناقصين لا يخلص منه وهو صغير كده، نتيجة انتصاراته على السلطان العثماني وازدياد ايه؟ نفوذه. طيب آخر حاجة، أو ما النتائج التي ترتبت على ايه؟ على جمع محمد علي الصبية اللي هم العيال الصغيرة، ماشي، للعمل في مصانع الدولة بأجور رمزية. أدت إلى إيه؟ أدت العيال بيتعلموا، أصبحت مدارس ليهم، المصانع دي بقت مدارس عشان تاخد خبرة زي ما بنقول، يبقى أصبحت المصانع مدارس صناعية للصبية في عهده. حروب محمد علي في شبه الجزيرة العربية أدى إلى إيه؟ أدى إلى أن محمد علي سيطر على الجزيرة العربية وانتصر على وانتصر على الوهابيين، صح؟ صح. ماذا كان يحدث إذا أبقى محمد علي على نظام الالتزام؟ طبعا وفقا للمنهج. وعايزني اقول له ايه؟ اقول له ان ما كانش الزراعه ولا الصناعه هتزدهر، وما كانش السوق المصري هيبقى قوي، عشان نقدر نخش التجاره الدوليه بشكل اعمق، والتجاره ما كانتش هتزدهر والكلام ده كله. هنقول اللي عايزه المنهج. يبقى استمر يتظاهر الزراعه بمصر طوال عهد محمد علي، وبالتالي لم تزدهر الصناعه ولم تنشط التجاره الداخليه او الخارجيه ايه؟ في عهد. تمام. ماذا كان يحدث إذا لم تفرض الدول الأوروبية معاهدة لندن على محمد علي؟ يعني الدول الأوروبية ما ضغطتش على محمد علي، قالت له لا، هو ما عملوش معاهدة لندن دي أصلا. كان محمد علي كان هيحصل له إيه؟ طبعا كان نفوذه هيكبر، وكان هيسيطر على بلاد الشام وهيقضي على الدولة العثمانية، كانت مصر هي تبقى الدولة الرئيسية، ماشي، وكانت هتبقى قوة عظمى طبعا. هقول ده الكلام ده كله. يبقى لم يخضع محمد علي للسلطان العثماني، لم يتم إعادة بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية إلى السلطان العثماني، وكان سيصبح محمد علي قوة عظمى تخشاها الدول الأوروبية. عشان كده الدول الأوروبية تدخلت، قالت لك لا لا لا، اقف عندك، رايح فين يا بابا؟ اقف عندك، وكان من غير بواب لا طبعا. تمام. وبكده الحمد لله نكون خلصنا الدرس ده خالص، بأسئلته بسلطاته ببغنوجه، وخدنا عليه كل حاجة بفضل الله، ماشي. لو في اي سؤال او اي حاجه مش فاهمها اكتبها لي تحت، وانا هرد عليك ان شاء الله. ولو في اي سؤال مش فاهمه قول لي عليه، وشير الفيديو لاصحابك عشان يستفيدوا هم كمان. وان شاء الله احنا كده الحمد لله بفضل الله خلصنا خلصنا الوحده الاولى خلاص في التاريخ. تمام. كده احنا بقى لنا ايه يعني، هنخش بقى ان شاء الله على الوحده الثانيه. احنا كده الحمد لله ماشيين بسرعه، وعشان ننجز وعشان نحل اكبر قدر ممكن باذن الله يعني على المنهج قبل الامتحان ان شاء الله في يناير. تمام. لو عجبك الفيديو ان شاء الله ادي لايك واعمل اشتراك في القناه، وشير الفيديو لاصحابك عشان يستفيدوا هم كمان. واستنى ان شاء الله الدروس الجايه عشان ان شاء الله تنزل قريب. وربنا يوفقك يا رب ويوفقكم جميعا يا رب. واهم حاجه المذاكره. الدرس انا عارف هو طويل ورخم شويه بس سهل، في دروس جايه ارخم من كده يعني، انا مش بعادك، بس انا ايه بعرفك ان الدرس ده كويس حلو مش صعب يعني، في دروس اصعب منه، ماشي. بس مع المذاكره ان شاء الله مفيش حاجه تبقى صعبه، صعب. ربنا يا رب يوفقكم. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.